هلو، استكمالا للمواضيع اللي بنتكلم او بس استنوا. عامله ايس كوفي خيال. انا بعد في اماكن كتير مبقتش بجيب منها يعني عشان المقاطعه وكده، بقيت بعمل احلى ايس كوفي. خليني وانا بتكلم معاكم كده. ده اللي هو الميبلين تاتو اي برو تاتو. المفروض ان هو بيتحط وبيفضل ثابت 3 ايام. انا من الواضح اهو، بصوا انا حواجبي خفيفه قوي فبحب يبقى فيها لون واضح كده، فهجربه معاكم واحنا بنتكلم. المهم ناس كتير في خلال الحياه يعني لما بيتعرفوا عليا وبنقعد نتكلم وكده، كتير قوي بسمع كومنت ان انا كان نفسي ابقى زيك، كان نفسي ابقى شخصيتي قويه زيك، كان نفسي اعرف اقول لا زيك على حاجات كتير. بص هقول لكم على حاجه، والله يمكن الناس اللي عارفيني من زمان عارفين الموضوع ده كويس قوي. انا كنت مش هقول لكم اطيب خلق الله، انا كنت قلت لكم قبل كده انا كنت نوع من الناس اللي هو البيبل بليزر، بيحب انه ما بحبش اضايق حد، فكنت اصلا كلمه لا دي مش موجوده في قاموسي. بس الجود نيوز از انه الناس اللي زينا اللي ما بيعرفوش يقولوا لا هم اكتر الناس لما بيتوجعوا ويتضايقوا ويحسوا حقيقي بنتيجه ان احنا ما عرفناش نقول لا في مواقف، بنتعلم بقى كويس قوي نقول لا بشكل صارم. وفي الاول بيجي فتره كده اللي كنت قلت لكم عليه، عشان كده قلت لكم في الفيديو اللي فات بتبقى اللي هي لا بعنف. فدي انا بجيب لكم بس ايه المراحل المتقدمه. عدوا مرحله اللا بعنف دي خليها لا عادي، لا هاديه، لا من غير عنف، بس لا يعني ستريكت، هي واضحه وصريحه وما فيهاش تغيير. بس لا، طالما الحاجه دي مش عاجباكم، طالما الحاجه دي مش موافقين عليها، طالما الحاجه دي عكس الستاندردز بتاعتكم، ما تسمحوش لحد ان هو يجبركم على حاجه. يا جماعه انا كان ممكن اروح الكوافير ويقص لي شعري عشان انا بس مكسوفه، ان والله العظيم ما بهزر، مكسوفه ان انا اقول له لا خلاص مش عايزه اقص اكتر من كده. انتوا متخيلين؟ او كان ممكن مثلا يعمل لي لون في شعري ويقنعني بيه ان هو حلو وانا تمام ومش عارفه ايه، يعني حد ملوش عندي حاجه ولا كان ممكن ما اشوفوش تاني، بس خلاص انا مش عارفه اقول له خلاص لا. متخيلين؟ والله العظيم ما بهزر. في ناس كتير زي اللي زيي هيعرفوا. انا دلوقتي بقيت يعني لو ايه مش عاجبني لا، ولا هي لا، ولا يعني خلاص لا. اوكي؟ فصدقوني اتس نيفر تو ليت. محدش مولود معاه شهاده كده وعارف حدوده ايه، وعارف هيقول لا امتى، وعارف هوقف الناس ازاي لا، دي كلها حاجات بتيجي باي براكتسنج كده لما بنتحط في مواقف فصدقوني والله ما تتضايقوش او ما تحسسوش نفسكم انتوا اشخاص ضعيفه وازاي دي. المهم كنت بقول لكم انه محدش فينا بيبقى نازل معاه كتالوج انه انا عارف ايه اللي هسمح بيه وايه اللي مش هسمح بيه، وما تحسيش ان انتي شخصيه ضعيفه او ان الناس دي ازاي بتعرف تقول لا وانا لا. صدقيني لا، يعني هتتعلميها بالوقت. البتاع انا حاساه مش شغال. هتتعلميها بالوقت وهتتعلميها بالراحه، مش يعني ايه، مش يعني don't push yourself وما تلوميش نفسك. هتتعلميها لما تحطي في مواقف كان المفروض تقولي فيها لا وما عرفتيش تقولي لا، فحسيتي بعد كده تروحي البيت طب انا ليه ما اتصرفتش كده، طب انا ليه ما قلتش كده، طب انا ليه مش عارفه ايه. هتفضلي بقى تروحي وتيجي في الشخصيه دي كتير لحد ما توصلي للشخصيه اللي الى حد كبير هتكون متوازنه، ولا هي اجريسيف قوي لاني برضه انا عديت بيها، ولا هي الشخصيه بقى الايه اللي ما بتعرفش تقول لا على حاجه. اوكي؟ فصدقوني زي ما قلت كده اتس نيفر تو ليت. هتتعلموا، بس اول حاجه حددوا انتوا مع نفسكم ايه. والله اعملوا تمرين كده، كنت بعمل التمرين ده كتير. تخيلوا المواقف المعينه اللي انتوا اتضايقتوا فيها وكان المفروض تردوا تقولوا ايه، وايه اللي انتوا حابين تقولوه. اوكي؟ يعني مثلا انا قلت هنا لما جه مثلا قصلي شعري، لا خلاص انا قلت. بس كنت بقول لكم تخيلوا المواقف اللي عدت بيكوا وانتوا ما عرفتوش تقولوا لا فيها، او ما عرفتوش تتصرفوا بالطريقه اللي وفقا لمبادئكم انتوا واللي هيريحكم انتوا، وعيدوا السيناريو كده وبالراحه اتعودوا انه لو عديت بالموقف ده بعد كده او لو عديت موقف شبهه انا هتصرف 1 2 3. شويه بشويه صدقوني هتبقى شخصيتكم صارت اكتر وهتعرفوا تردوا اكتر، والموقف اللي كان بيضايقك قوي ما ولا هيعدي من قدامك تقولي يا انا ازاي كنت بتضايق من ده وازاي كنت بتضايق من مش عارفه مين لما يعمل ايه. هتحسوا ان انتوا لا يعني بقيتوا في حته احسن بكتير. بس اتس باي براكتسنج، محدش مولود كده.